كيف بيضع الاهلي تحت الضغوط، ولكن خبرات التعديل الوحيد مكان اللاعب موكليني. ودي التسديده القويه الهدف الاول، التسديده القويه والهدف الاول مارسيلو إيلندي. البدايه هنا طبعا يعني كنا بنتكلم، لكن لكل مرحله نتكلم عليها. البدايه هدف مبكر بعد 3 دقائق عن طريق مارسيلو إيلندي، اللاعب اللي من تشيلي اللي سدد بقى دون اي رقابه. 3 لاعبين في قلب الملعب، حمدي فتحي واليو ديانج واحمد جندوسي، ولكن هدف ثاني اماميا هو حلو قوي، استلام يفرق. محمد شريف وتدخل مارسيلو إيلندي، برافو. ودي كره مقطوعه، محمد شريف التعادل لسه بقول لحضراتكم. حارس المرمى بيطلع الكره بشكل خاطئ، الضغط رائع في اللقطه الماضيه من بيرسي تاو، وتمريره اروع من جانب طاهر. وهدف هنا في هذه اللحظه ياتي هدف التعادل للنادي الاهلي. لسه بنحكي هدف التعادل الاهلاوي، لسه بنحكي على الروح وعلى الاداء وعلى القيمه للنادي الاهلي اللي بيسجل في هذه اللحظات هدف التعادل الاهلاوي من خلال الضغط والخطا. بص الخطا، شوف امامنا الخطا، وادي يا ولد على طول القرار رائع. محمد شريف اللي بيسجل هدفه المباراه حتى الان. على طول الكره ملعوبه، خطوره الكرات العاليه، لكن يشيل على طول انطلاقه بيرسي تاو، حافظ الملعب وحافظ هذه الاسماء، لكن كره بيرسي، لكن على طول الكندوسي اللاعب الجزائري. خطيره هنا زواني، خطيره الكره الثانيه. بص هنا طالع تكشف التسلل، وفي لعيبه ما طلعتش، ويسجل زواني الهدف الثاني. هدف ثاني. الاخطاء الدفاعيه خطيره، الاخطاء الدفاعيه. كره ركنيه ابعدت في مكان خاطئ، ثم الكره الثانيه الحقيقه والضغط وصلت الى زواني اللي بيسجل هدف ثاني في هذه المباراه. وشوف الحوار هنا، يعني طبعا خطأ كبير في طبعا ياسر ابراهيم يبدو تعرض كده للالتحام، لان طبعا اللقاء الثاني في هذه المباراه كان في الدقيقه 24 والكرات الثابته. الاهلي بدا يمسك كوره، ادي حمدي فتحي فكر يسدد حمدي، ولكن كوره في ايد حارس المرمى. شفنا عرضيه بيرسي تاو وشفنا تسديد ما يسدد، لكن على طول المره دي الدفاع، كرات البعيده مش ممكن الكرة القوية اللي فاجئ بيها الجميع أمامنا هنا ويسجل الهدف الثاني. كرة طبعا يعني فيها خطأ في الرقابة، لم يحسن محمد الشناوي التعامل مع الكرة ولم يتوقعها، ويأتي الهدف الثالث القاتل. هدف ثالث قاتل امامنا هنا، الكره المسدده من جانب اللاعب اعتقد امامنا هو موكوينا اللي وضع هذه الكره القويه في شباك النادي الاهلي. موكوينا بيسجل كره من مسافه بعيده قوي، ركله جزاء في الذهاب لكن ضيعها محمد هاني. وادي كره بيرسي تاو، الزياده العدديه المطلوبه. بيرسي تاو يلجا للفردي لكن على كره يعني من واحده من الهجمات المميزه للاهلي اللي كنا نتبع. خطأ جديد ومحاولة وفرصة المرة دي زواني. الأخطاء الدفاعية لازم أمامنا هو المحاولة مكان أحمد جندوسي، أمامنا قفشة وتسديدة حلوة، لكن انطلاق على طول لموديبا، الكرة في العمق دون رقابة. مش معقول بيتحرك ما بين عبد المنعم وياسر إبراهيم، وفرصة بتضيع المرة. الفردي عنده الفردي حلوة، عدى بموديبا، ممكن يطمع ويسجل بيرسي تاو، ممكن يدفع. شفت الدفاع يدفع ثمن الاخطاء الدفاعيه لازم الاهلي يستغلها. موقف 1 ضد 1، وبيرسي تاو يعرف تماما امكانيات وقدرات هذا الفريق، فريقه الاسبق، يسجل ويقلص النتيجه 3 ميميلوني سان داونز، الاهلي 2. لسه بقول ممكن يقدر بالمهاره، وراح حلو قوي. بص كوره فيها فردي، عمل فردي، تغيير لعبه حلو، والاستلام حلو من جانب بيرسي تاو، وطمع في الكوره. وبص الدفاع مع حتى بيت الاهلي. علي معلول صانع الهدف الثاني، هل يصنع من جديد؟ ولكن ابعاد من الحارس ويليامز. مره ثانيه كره تعود محمد هاني وبيرسي تاو، ودي اماميه، عدت الكوره من امام حمدي فتحي. كوره بتعدي امامنا، اتعملت من قفشه بتعدي يعني كوره كان ممكن يسجل في اللقطه اللي فاتت امامنا. بص قفشه عاملها حلوه قوي. اخطاء دفاعيه لا تاتي يعني من لاعبين مبتدئين. كره الهدف الرابع يسجل امامنا هو شلويلي الهدف الرابع. كره طبعا صعبه قوي على الشناوي، كره شلويلي لا تصد ولا ترد، كره صعبه جدا. كرة الهدف الرابع هنا
في هذا الملعب، ملعب لوفتس فيرسفيلد. بيسجل امامنا هو شلويلي. هذا اللي يفوز صن داونز على فريق نادي، ادي فرصه، لكن امامنا هنا ممكن هدف خامس عن طريق اللاعب اللي بيسجل امامنا. على النتيجه اثناء الاعاده فجاه لقينا شلويلي يراوغ محمد عبد المنعم ويضعها في مرمى محمد الشناوي عشان يصعب الامور ويفجر الافراح هنا في ملعب المباراه، وتصبح النتيجه يعني بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه. يسجل شلويلي في مباراة وترى الآن العرضية والله فعلها بورموث عن طريق نجمة وهدافة بيلين بعد تهديد أول وثاني. في الثالثة وصل بورموث.